مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. باش يجيكم غير جديد اضغطوا زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلكم الفيديوهات أول بأول. رئيس الفيفا يعترف للجزائر أمام المغرب، لكن قبل الدخول في التفاصيل اضغط لايك ليصلكم كل جديد. عرفت الأيام السابقة قبل بداية كأس إفريقيا للاعبين المحليين التي تحتضنها الجزائر نتيجة انسحاب منتخب المغرب المحلي. وكشف رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جياني أنفانتينيو عن تفاصيل وكواليس حضور مراسم افتتاح بطولة إفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر، ومشيدا أيضا في الوقت ذاته بالأجواء الرائعة التي عاشها في الجزائر. ونشر إنفانتينيو مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام، تضمن رحلة الرجل الأول في الفيفا من لحظة وصوله إلى الجزائر إلى غاية حضوره حفل افتتاح والمباراة الأولى في البطولة التي جمعت بين الجزائر وليبيا. وأرفق رئيس الفيفا مقطع فيديو بعبارة مجاملة أثنت من خلالها على التنظيم الحسن للبطولة الإفريقية للاعبين المحليين.